فيديو جديد مع اخوك ابو يوسف الاهلاوي، وحابب اشكر الناس المحترمه، الناس اللي بتقدر الواحد اللي قاعد قدامهم وبتنزل وبتشترك معاه في القناه وبتديله اللايك. يمين الله ربنا اللي هيجازيك كل خير. وبشكر كل واحد انا عارفه وعارف هو بيدعم اخوه ابو يوسف الاهلاوي ازاي، وربنا يفتحها في وشك كمان وكمان وتشوف عيالك احسن الناس يا رب من قلبي. وهخش معاكم بقى دلوقتي على الحاج عمرو اديب، المواطن السعودي. المواطن السعودي عمرو اديب اللي خد الجنسيه السعوديه، وبعد احترامي لكل واحد في السعوديه، انا كلامي دلوقتي على اعلامي عمرو اديب السعودي مش المصري، للاسف السعودي، اللي طالع يتكلم عن النادي الاهلي امبارح ويجرح في النادي الاهلي بكل ما يمكن عشان يرضي الناس اللي ادوله الجنسيه، عشان يرضي واحد معين مشغله في القناه بتاعته بيهاجم النادي الاهلي واحنا رايحين السعوديه بنلعب كاس عالم للانديه يا اهلاويه. وبقول لك يا عمرو اديب قبل ما اسمع الناس المحترمه، انت قلت ايه في حق النادي الاهلي ولاعيبته يوم الجمعه من ابو يوسف الاهلاوي اهو. هفكرك مين الفريق الضعيف، هفكرك مين البلد الضعيفه. انت سبت السياسه عشان السياسه عمال تجرح في المصريين وتقول كلام بالباطل على مصر، وعمال تدخل ناس عمال تقول كلام بالباطل على كل واحد من مصر، وعايزين مش عارف ايه وعايزين يعملوا ايه. سبت السياسه وعمال تجرح في النادي الاهلي. هسمعكم ونرجع نتكلم ونرد بقى رد يرضي ربنا الاول ويرضيكم. هذا جو حاجه لاخواني الاعزاء في النادي الاهلي، بقالهم مده عاملين مناحه جامده. احنا عاملين مناحه، وانا عايز اقول لهم الحقيقه. قول يا عم السعودي. الاهلي فرقه ضعيفه، وماله يا عم، وماله يا عم السعودي، بتكسب وبتكبر لانه الفرق اللي حواليها اضعف منها. بيجرح في الزمالك وكل انديه مصر الاهلاويه عن اداء فريق النادي الاهلي، بيجرح في كل نادي. لعيبه الاهلي عايزه تتغير. احنا عايزين نتغير وانت عايزينك تمشي من البلد، احنا مش عايزينك في مصر. لو كان موجود المدرب ده لو غير. يلا قول يا عم. شغل المصطبه اللي انت شغال فيه ده شغل الحواديت. ربنا ينتقم من الظلمه اللي ربنا بيسلط عليه، حد بيسلط عليه لسانه يا عمرو اديب. ما جابش مهاجم، والاهلي فيه يجي 10 مهاجمين. يا سلام، يعني فيه كميه مهاجمين غير طبيعيه. لكن الحقيقه بجد ان الاهلي نص الفرقه عايزه تمشي، نص الفرقه عايزه تمشي. تعبت. اسمعوا يا جماعه، الفرقه مرهقه، ماشي، نص الفرقه كبرت عجزت. زيك كده عندك 70 سنه وقاعد بتشتغل في الاعلام، 70 سنه شعرك كله راح. اللي كان ده الخواجه شايف حاجه تانية. ده كولر ده كسبان 20 ماتش ورا بعض. ده كولر ده اللي عرف يشغل حسين الشحات. ده كولر ده اللي عرف يغير محمد هاني. شفتم؟ دلوقتي عايزين يمشوا حسين الشحات وعايزين يمشوا محمد هاني وعايزين نمشيك يخلصوا من الجم وعايزين نخلص منك ان شاء الله. يا شغل مصطبه، يا شغل حواديت وشوارع. الفرقه ليست قويه واعترفوا. هنحترف يوم الجمعه. ابو يوسف الاهلاوي اهو هيرد عليك ان شاء الله يوم الجمعه بامر الله في السعوديه. رايحين نكسبكم وتفوق لانه بقيه الفرق. لا هرد على الناس الاول بقى، اقفل يا عم. هرد على الناس الاول اللي ربنا بيغضب عليه بيسلط عليه لسانه، وعمرو اديب ده ربنا غضب عليه خلاص. بقاله اسبوع عمال يجرح في مصر وعمال يقول كلام بالباطل على مصر والرئاسه المصريه. الناس كلها عماله تهاجمه في مصر المحترمه كلها، وامبارح بيتمتمها وطالع بيقول لك الاهلي فريق ضعيف وعاملين مندبه وبيعيطوا وما عندهمش لعيبه ولا عندهم اداره ولا عندهم اي حاجه وعايزين يكسبوا، وبيقول لك النادي الاهلي بيكسب عشان الفرق اللي في مصر ضعيفه. لا انسى، اي نادي في مصر احسن من 10 في السعوديه. اي نادي في مصر وعلى راسهم نادي الزمالك. نادي الزمالك لو راح حاليا وهو في اوسخ حالاته اهو هيكسب اي فرقه في السعوديه. النادي الزمالك في اول الموسم راح لاعب النصر بكريستيانو وهم اللي تعادلوا مع الزمالك. يا عمرو يا اديب يا سعودي يا اللي فخور قوي بعد احترامي للسعوديه والدول العربيه الا مصر والنادي الاهلي والنادي الزمالك وكل انديه مصر، اطلع اتكلم واضرب اي كلام. انت متسلط،
انت متسلط على الكلام اللي بتقوله، انت ابتديتها بدري، انت عملتها حرب. طب لو خسر بقى؟ لو خسر ده المفروض، لو خسر ده لو عنده دم ما يطلعش يتكلم في الاعلام. عيب، عيب. مصر والنادي الاهلي وانديه مصر اكبر من كده. انديه مصر كلها اللي طالع تقول لك الاهلي جامد عشان كله ضعيف، لا. احنا عندنا تاريخ في الكوره في مصر وكل الدول العربيه وافريقيا احسن من اي نادي في السعوديه. السعوديه تعرف عشان الفلوس بس. يا عم سيبك من الفلوس، سيبك من الكلام ده، تعالى عيبني يا عم، واحنا رايحين نلعبك في السعوديه يا عم عمرو. احنا رايحين نلعبكم في السعوديه وجايبين لنا مين يعلق على الماتش؟ الحاج مدحت شلبي. ده يا جماعه انا مش هيقلي الكابتن مدحت شلبي يا عم معاه الجنسيه السعوديه رخر. اه والله يا عم متهيألي، وهيبان في الماتش، هيبان يا كابتن مدحت شلبي انت اخو عمرو اديب ولا لسه المصري جواك؟ ولا لسه المصري جواك يا كابتن مدحت يا شلبي؟ يا اللي طالعين عمالين تجرحوا في النادي الاهلي. وبطالب كل جمهور نادي الاهلي اللي في السعوديه واللي رايح من مصر واللي رايح من كل الدول، املوا الملعب، املوا ملعب الجوهره ب20,000 مشجع، والعين بالعين والسن بالسن والباضي اظلم، والاهلي ان شاء الله هيرجع من السعوديه كسبان. وكل الدعم الكرة ومجلس الاداره، حسين الشحات ده هيجيب جون. حسين الشحات ان طلع الاهلي عايز يمشيه ده يا عمرو يا اديب يوم الجمعه يمين الله هيجيب جون من ابو يوسف الاهلاوي اهو. بس ابقى اطلع بقى واجهني، وان شاء الله الناس اللي بتتفرج عليا دي في يوم من الايام اديني حقي، وانا واخد حقي تالت ومتلت الحمد لله منهم. بس انا بتكلم عشان صوتنا يوصل. ادوا اللايكات، ادوا اللايكات عشان صوتنا يوصل للناس الجحده دي، الناس اللي ما تعرفش ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيجرح في مصر والنادي الاهلي وكل انديه مصر. نتكلم مع بعضنا هنا، نتريق على بعضنا. طالع تقول لك النادي الاهلي رايح يلعب في السعوديه، تقول عمالين مندبه ومظلمه واللي احنا بتوع الكلام ده، واحنا ما عندناش لعيبه والفرقه كلها عايزه تمشي، ولا عندنا وكرة عايز يمشي وكل عايز يمشي. الاهلي عم الكل وعهد الله. وان شاء الله يوم الجمعه الساعه 8 لغايه 10 هتتفرج يا عمرو اديب على شخصيه النادي الاهلي اللي انت ما تعرفهاش عشان انت ما بتشجعهوش. اللي يعرف شخصيه النادي الاهلي اللي بيشجعه يا عمرو يا اديب. والقائنا يوم الجمعه الفرقه اللي انت طلعت جرحتها وقلت تعبانه وفرقه ضعيفه وفرقه وعايزه تمشي كل اللعيبه اللي انت جرحتها على راسهم حسين الشحات ده. اول بامر الله افتتاح النادي الاهلي في جوانه هيكون حسين الشحات من ابو يوسف الاهلاوي. واتفرج على شخصيه الاهلي وجمهوره يا عمرو يا اديب. لقانا يوم الجمعه، وعايز اتمنى من كل واحد يدي اللايك ويعلي حسنا عشان صوتنا يوصل. مش هيوصل الا بربنا وبيكم يا احسن ناس في الدنيا. السلام عليكم.